خسارة المنتخب المغربي أمام المنتخب الجزائري للناشئين في كرة الطائرة المقامة في تونس. خسارة كبيرة، 2 الأشواط لشوط واحد. كنتمنى واحد السعيد للمنتخب المغربي، وكنهنئ المنتخب الجزائري على الفوز. مباراة كانت رائعة، تألق فيها صراحة المنتخب الجزائري كتير. كنتمنى واحد السعيد للمنتخب المغربي، وكنتمنى واحد السعيد للجميع ديال المشاركة، وتحياتي لكم. غير رجعوا بالفعل، غير رجعوا يعطيونا هديه. ها هي كره عندنا الان. لا 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 لا. ثلاثه اللاعبين خدا الكره وحتى واحد ما مشى لها. ثلاثه اللاعبين خدا الكره وحتى واحد ما مشى لها. وديما الكره انت تكون بين اللاعبين الا وتوقع الخطا. المنتخب الجزائري عنده كره المقابله. المنتخب الجزائري عنده كره ماشي مشكل، ماشي مشكل، حنا اللاعبين متعودين انهم يعيشوا ان شاء الله غيجيبوا هذه النقطه. تبعد الكره، فرصه كتنتهي المقابله. المنتخب الجزائري يتوج باللقب. للاسف قدموا العناصر الوطنيه كل ما عندهم. صراحه تبارك الله عليكم، تبارك الله عليكم. صحيح مقابله مثيره كبيره، ولكن في نهايه المطاف المنتخب الجزائري يتوج باللقب بعدما كان لقاء مشكوكيا بما تحمل كلمه من معنى. برافو وليدات المغرب، برافو لانكم فعلا وصلتوا للنهائي، برافو لانكم في اول مشاركه خذيتوا المركز الثاني على المستوى العربي. ولكن باقي الخير في المستقبل وذاك ما نتمناه، باقي الخير في المستقبل وذاك ما نتمناه. انا دائما كيف كنشاهد هذه الصور مشاركه المنتخب الجزائري يتوج بلقب هذه الدوره. طبعا البطوله العربيه 13 الناشئين، قلوبنا كلها كانت مع المنتخب الوطني صراحه، قدم كل ما عنده، ولكن للاسف يعني المنتخب الجزائري ما بغاش انه يلدغ من الجرح مرتين. يعني انهزم معنا هذا المنافسات، غلبناه وتمكنا من المرور، ولكن رجع في النهائي وتمكن من الانتصار على العناصر الوطنيه. هذه اول مشاركه، اول تجربه، وبالتالي يمكن نقول بانه يعني قدموا اللي عليهم. فبرافو برافو 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 العناصر الوطنيه، برافو الاطر اللي كونات، برافو للجامعه الملكيه المغربيه، يعني لان اعطتنا هذا المنتوج واعطتنا هذه الصوره الجميله طبعا للكره الطائره المغربيه. فهذه النتيجه 26 24 25 22 26 24. للاسف يعني كان بالامكان في اكثر من مره اننا نكون ابطال، اننا نكون حاضرين بقوه في هذه المنافسه، ولكن للاسف اخر اللحظات يعني كتضيع منا كره المقابله. طبعا الجمهور المغربي، الجمهور اكيد انه غيتمس العذر لهذه الاطفال او هذا كيف ما شاهدنا، يعني المنتخب الجزائري استطاع يفوز على المنتخب المغربي بجوج الأشواط لشوط واحد. يعني كانت نتيجة زوينة، كانت نتيجة يعني كتبين أن الأداء ديال المنتخب الجزائري صراحة توب. الأداء ديالو كان متميز في هذه البطولة الإفريقية المقامة بتونس، واللي غتمتد من 22 غشت ل 30 من نفس الشهر. كنتمنى واحد السعيد للمنتخب المغربي. والإشارة المنتخب الجزائري هذه ثاني مباراة كيفوز فيها، يعني أداء متميز كيبين المنتخب الجزائري الناشئين. وكنتمنى واحد السعيد كما قلنا للمنتخب المغربي، وكنتمنى البطولة دوز جو زوين، جو أخوي كيعكس الروح الرياضية اللي خصها تطغى على جميع المباريات. تحياتي لكم، والسلام عليكم. انا في داروا ايه يا سيدي، انا كانوا واقفين ضربوا واحد وسط مرافق كنهضر عليك صاحبي والله نتفق مع ياسين لا بلاش وي عقلت اليوم لاندي والرباط عامره اليوم الخدمه رضا، اليوم نهار الخدمه اليوم وي سي جور فيغي لا رضا ماشي جور فيغي اليوم حتى غدا ان شاء الله جور فيغي دوما جو غير شويه انا كيف لي راسك صار اللي كان كثير تولي انت ماشي غير كتكسيري والله دبرت عليها والله العقل اعتمد العقل والله الا باينه معك دابا هادي غنهبطوا غابه صافي صاحبي وسبحان الله ما عرفتش اخي واش داير لي شي سفر على السوق صافي انت والله جنسو والله جنسو